السلام عليكم، مرحبا يا صبايا ويا شباب. هلا إذا أنت كنت طبيب أو محامي أو مهندس، هي المهن يلي بيتفاخروا فيها بالنعوات السوريين. أيوة، هي لها موضوع تاني بعدين رح نحكي. فأنت لازم طبعا ومقرر إنك تجي على كندا أو بدك تقدم على هجرة أو يعني بأي طريقة بدك تجي على كندا يلي هي، فأنت لازم تتعلم مهنتين قبل ما تجي لكندا. هلا شو هن المهنتين؟ سائق اوبر او سائق دليفري. هلا رح تقولوا لي ليش؟ يعني انه اوكي انا طبيب، ليش لا اتعلم سائق اوبر؟ ويا ترى السواقه باوبر بدها تعليم؟ او ليش لا اتعلم دليفري؟ ليش دليفري بده تعليم؟ هلا رح اشرح لكم بالتفصيل ممل. طبعا رح اعطيكم احصائيه هي من اللي حوالي. خليني اقول لكم هيك، انا بعرف بالمدينه عندي 20 مهندس، واحد منهم عدال، وبعرف يمكن شي 10 أطباء، كمان واحد منهم عدل بس، والباقي سلامتك كله راح على أوبر أو على الدليفري. هلأ ليش ما قدروا يعدلوا؟ أو شو السبب؟ طبعا أنا إحساسي هيك بقول، وهذا الكلام بسمعه من الكل، إنه كندا مضيقة بطريقة فظيعة على يلي بده يعدل. يعني انت بدك تكون مو فطحان ولا بدك تكون، يعني انا بعرف لي صديق طبيب هو من اوائل كليه الطب بسوريا، تمام الحكي، وعنده خبره 15 سنه، وبالاخير ضل 10 سنين لحتى عدل 10 سنين. طبعا بهالفتره هي هو عم يدرس وبنفس الوقت بده يشتغل شو؟ اوبر. لان ما في يشتغل، بده يشتغل دوام حر مشان يقدر يدرس. هلا ليش كندا هيك مساويه؟ ما بعرف. هلا ليش كندا بيقولوا لك اخي عم يطلبوا ايلتس مثلا؟ هن الايلتس اللي عم يطلبوها مو مشان التعديل بس، مشان الفتره اللي بدك تشتغل فيها اوبر او ديليفري. هلا ليش لازم تتعلم اوبر؟ لانه انت حتى وقت انت عم تعدل رح يضيق خلقك وما فيك تشتغل دوام كامل باي مكان، فاوبر هي الحل الوحيد. طبعا هذا اذا كنت ناوي تعدل ووصلت لنتيجه، اما اذا مالك ناوي تعدل فانت الحل الوحيد، يعني مثل انا بشتغل بشركه شحن بس انا ما قدرت اشتغل بقوانين كندا، فالحل الوحيد انه بدي اروح على مهنه ثانيه، مطعم، اوبر، دليفري. هلا شو بدك تتعلم بالاوبر؟ هلا طبعا الاوبر يعني يلي اشتغل بكندا اوبر بيعرف، وخاصة بالويك اند، التعامل مع السكرانين، وخليني اقول لك التعامل مع ناس سيئة احيانا لانه بيكونوا شربانين ومحششين والى اخره. طبعا وفي ناس منيحة. فانت لازم بالبلد اللي بدك تطلع منها لكندا تدور على الارزال وتحاول انك تعمل ديل انت وياهم يطلعوا معك، يعني لانه هيك رح تواجه هي القصة. وبنفس الوقت مشان تتعلم الصبر على اوبر، لانه بدها صبر، تمام الحكي. والشغله الثالثه تعرف كيف تتعامل حتى مع الناس الجيده. هلا الدليفري اهم شغله، وانا عم بحكي جد. هلا العالم سكرني عم بمزح، لكن انا عم بحكي جد. اهم شغله تتعلمها بالدليفري كيف تهرب من الكلب اذا فتحوا لك الباب ونط عليك الكلب. لانه بكندا اكبر مشكله بيعاني منها الدليفري هي الكلاب. انه هو بيروح على بيت، طبعا بده يسلم الطرد، بده يسلم هو يعني، فبيطلع له الكلب. طبعا هون هي النقطة المهمة جدا، انك كيف يا تتعامل مع الكلب يا تهرب من الكلب. فانت بدك تدور على وين في اماكن فيها كلاب بالبلد اللي انت بدك تطلع منها على كندا. وما لازم يكون كلب بيعرفك، لانه الكلب اللي بيعرفك ما راح يحاول يأذيك. بدك تشوف الكلاب اللي ما بتعرفك وبدك تحاول تتعلم كيف تلاقي حلول معهم، لانه هذا الشيء رح تحتاجه بكندا. طبعا للاسف الشديد بنرجع بنقول انا لحد الان ما بفهم، عند كندا نقص اطباء بالهبل. يعني السبيشاليست بدك 3-4 شهور لتشوفه. بنفس الوقت انا بعرف ناس سبيشاليست بكل الاختصاصات طلعوا على كندا، لكن للاسف ما قدروا يعدلوا بسبب الاجراءات الصعبه والفحص الصعب واحيانا اللغه الانجليزيه. يعني في صعوبه، يعني مو معقول. وزائد هلا انا بسمع بيقولوا انه
يعني هي تكتلات، يعني هدول جماعة الأطباء أو نقابة الأطباء ما بدها حدا يفوت مشان ما تخف الرزقة يا بيعنون، لأنه وقت بفوت طبيب حياخد من رزقة الكل، على أساس هيك بيفهموها هن. نفس الشيء المهندسين، المهندس بده شغل كثير لحتى يقدر يعدل. طبعا بعرف مثل ما قلت لكم انا العدد قليل جدا 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 اللي بعرفه انه عدال. هلا والمحامي نفس الشيء، المحامي لسه اصعب من الطبيب اصعب من المهندس. بس صدقني وقت بتقدروا تعدلوا رح تعملوا مصاري منيح. لكن بالنهايه انتم بحاجه هالمهنتين بكندا لحتى اول شيء تطالعوا مصروفكم بالفتره اللي بدكم تقعدوا فيها لتعدلوا. الشغله الثانيه لحتى تكسروا ضيقان الخلق. يعني انا بيوم من الايام طلعت اشتغلت اوبر انه داخلي، ايه داخلي شو بدي اساوي؟ اشتركت باوبر، عند اول سكران طلعوا لي قلت لها عن ابو هالمصلحه، سكرت الدكان وحمد حالي ومشيت. انا هذا اللي حبيت اقوله. صدقوني هذا الفيديو مهم لاصحاب المهن يلي بدها تعديل، السلام عليكم.